يعلمون اللي ثم بعض الاطباء، هذا مش كبير، هو اللي يمشيوا بصفه منتظمه. أطباء اختصاص ولا أطباء شنو؟ اطباء اختصاص. أطباء اختصاص. بعض الاختصاصات اللي ما عندهمش هم في ليبيا. اها. وثم اللي عندهم لكن يمشيوا غادي، ثم اللي يمشي لغايه التكوين زاد، وثم اللي يمشي باش يخدم. على كل حال وهذوما الاطباء يمشيوا، وكان معناها من قبل هي الحكايه موجوده هذه، لكن بما انه ثم قوانين معناها موجوده في ليبيا وفي تونس، بما انه توا المده الاخرى ثم ولات فيدراليه مغاربيه للاطباء باش نتعاونوا كل مع بعضنا باش ننظموا القطاع هذا الكل. توجهت النقابه الليبيه بمراسله لعماده الاطباء في تونس، في المجلس الوطني لعماده الاطباء، وعبرت عن القلق نتاعها. القلق نتاعها علاش؟ هما احنا العلاقات طيبه للغايه، ما عندناش حتى اشكال بيننا نحن وبين الاخوان الليبيين. بقينا شنو القلق؟ القلق يتمثل الانسان وقت اللي يمشي يخدم معناها يلزمه ترخيص، يلزمه حمايه، ويلزمه زاد كيف تامين، على خاطر لا قدر الله يصير له حادث ولا تصير له اشكال في العمل نتاعو ولا الى اخره، معناها المسؤوليه لشكون ترجع؟ وحق المريض زاد كيف اللي في ليبيا. ولذلك ثم امور تنظيميه اللي ماهيش موجوده تو الوقت الحاضر. والرساله جات لنا نحن، وعلى ضوء الرساله توا قررنا اللي ثم اجتماع باش يتم قريبا تقريبا يكون الجمعه الجايه في تونس بيننا نحن وبين الاخوان الليبيه اللي نعرفوهم مليح واللي عندنا معاهم علاقات طيبه، ومع سفير ليبيا ومع اطارات عليا من وزاره الصحه في ليبيا باش ننظموا القطاع هذا، واللي مش يمشي يخدم ياخذ ترخيص. كانوا في القطاع العام باش ياخذ ترخيص من العماده ومن الوزاره نتاعو وزاره الاشراف، وكانوا في القطاع الخاص ياخذ ترخيص من عماده الاطباء من تونس، ويمشي ليبيا يكون محمي في ليبيا ويحميه القانون، وتكون عنده تامين، وتكون الامور منظمه، ويكون ثم تبادل معناها منظم بيننا نحن وبين الاشقاء الليبيين، والفائده ترجع للجميع، للمرضى الليبيين والاطباء نتاعنا نحن. وكيف تم هذا التسهيل تنقل المرضى من ليبيا لتونس. وحتى احنا توا نخدموا على النطاق المغاربي الكل، ما عادش حتى على ليبيا برك. حتى التوانسه اللي موجودين في تونس توا المغرب مثلا فتحت الابواب للاطباء. عند الاطباء معناها تونسي طبيب ياخذ الشهاده نتاعو من المجلس الوطني لعماده الاطباء وينجم يخدم من غدوه في المغرب بدون حتى اشكال. يعني الاجراءات سهله ولات؟ هي سهله في المغرب العربي، احنا نحبوها كدوله واحده ترتموا مدينه المغرب العربي كل، احنا تونس ليبيا الجزائر وموريتانيا. هذا قاعدين نخدموا عليه احنا. هذا ما ياثرش على الوضع في تونس معناتها دكتور؟ يعني اليوم احنا نعرفوا كفاءاتنا الطبيه قاعده تهاجر وقاعده تغادر. لا على خاطر لا بالعكس، خاطر احنا ثقه عندنا من طرف الاخوان الليبيه، عارفين معناها الناس تعطي ثقه، واحنا زي كمجلس نحافظوا على الثقه هذه. وهذا بالعكس ثم المرضى زاد كيف الليبيه باش يجيونا نحن لتونس، خاطر ينجموا يمشيو كما توانسه يمشيو الغادي كما ينجموا هما بيدهم المرضى نتاعهم تجي لهنا لتونس. دونك معناها ماهوش بالعكس ثم فائده للجميع. واضح. شكرا جزيلا لفضلك الدكتور نزار العذاري كاتب عام عماده الاطباء، شكرا لك على هذه التوضيحات. يلا نوصل معكم لقانا جريمه غريبه وقعت في